السلام عليكم. عندنا هاي السيارة كيا اوبتيما موديل 2015 وارد امريكي. هاي السيارة صاحب السيارة يشكو من مشاكل بالسيارة، اللي وهي من يشغل السيارة الأضوية هاي ما موجودة، يعني هذا الضوء حاليا هسه هو شغال عندنا لأن احنا كملنا الحمد لله السيارة. احنا فاتحين سويتش هسه حاليا بس نار فاتحين. هاي الإضاءة كلها ما موجودة، يعني من يفتح السويتش السيارة ويفتح نار هاي الإضاءة ما تظهر هنا بالداشبورد. وعندي المشكلة الثانية هذا مالت الجير، هذا اللي يوضح السائق مثلا هنا الدي والار والبي من يحرك العتلة هاي، هذا هم مختفي ما موجود. وعنده الشغلة هاي الساعة مختفية هنا. وعنده شوية ثقل بالستيرن يصير، ومن يروح لجهاز فحص السيارات، جهاز فحص السيارات ما يدخل على السيارة، يعني ما جابها لي انا صاحب السيارة للورشة، فحصته بجهاز فحص السيارات ما دخل جهاز فحص السيارات فقط على هذا هاي الاي سي اللي هو يقصد به الداشبورد، فقط على الكنترول الداشبورد. وكتب لي مشكلة بخطوط نقل بيانات كان باص. فالحمد لله السيارة كملتها وحاليا جاهزة، والإضاءات ذني شغالات. وراح أشغل السيارة. شغلت السيارة هنا، لاحظ شلون هنا بس علامة الإطارات عنده واحد من حساس الإطارات، الإطار مالته شوية نازل مع السيارة، والتشيك طافية كلها طافية بعد ما كانت تشتغل، يعني نفتح سويتش شغالة. راح أراويكم هنا جهاز فحص السيارات شلون يخترق الكنترول، كل الكنترولات يخترقها. هسه هنا اجى هذا هنا شغال، هذا الكنترول دخل على المحرك، على الجير، هنا دخل على نظام الستيرين، على الايرباك، وجاي يشيك بالسيارة بالكامل. بعد ما كانت السيارة تعاني من موضوع عدم دخول الجهاز فحص السيارات وكل الأجهزة ما تدخل عليها. هذا السبب المشكلة، هو مشكلة خطوط نقل بيانات الهاي واللو. اكو مشكلة كهربائية. أكثر مشاكل خطوط نقل بيانات مشاكل كهربائية تحدث بسبب الحوادث، أو بعض السيارات تغسل، يعني يغسلوها يزيدون موضوع يزيدون موضوع المي بالغسل فيصير بيها مشاكل بالضفاير وبالفيش، يصير بيها خلل. واحيانا الكان باص يصير سببه هو مشاكل باحدى الكنترولات. هاي السيارة بيها مشكلة باحدى الكنترولات، مشاكل قطعت الإشارة نقل بيانات عليها، وصار شل ببعض الأجهزة الكمبيوتر بالسيارة. واكو مشاكل بالضفيرة مع خطوط نقل بيانات. الحمد لله كملناها. هسه هنا مثل ما تشوفون شلون جهاز فحص السيارات دخل على السيارة بالكامل، يعني كذا فحص. هنا دخل على الستيرن والايرباك، هنا البي سي ام اللي كمبيوتر يشغلنا سكن لايت وبريك اشارة. هنا الداشبورد، هو سابقا كان يدخل بس على الداشبورد من فحصته. هنا قاعدة الفيوزات اللي يفحص لنا اللايت سكن بريك. هنا عندنا دخل على الكمبيوتر مال حساس الاطارات، ندخل على المحرك نشوف شلون راح يدخل ويكون دخوله صحيح. فهنا الموضوع تمام. هذا كذا دخل عليها وبالكامل، وحاليا السيارة ما بي شي شغالة. تحياتي ورشة مهدي ناصرية، حي الشهداء، مجاور جامع المحسن، لفحص وبرمجة وصيانة كافة أنواع السيارات الحديثة، كهربائي، سيارات.